الوطن، حيث أجبرت الظروف البراء محمد على ترك مقعده الدراسي ليكون ضحية أخرى لظاهرة التسرب المدرسي وضحية للعزلة التي تعيشها قريته بولاية عين تيموشنت. التفاصيل في هذا التقرير لكمال بوعزعبيد وحميد عوادي. كان خطرة يجي خطرة ما يجيش هي نقعد هكا خطرة نكمل على لوطو خطرة كي تبان لي زرطة هي بطلت انا حسبت روحي غادي نخدم جدارمي وكاع خطرة نوقف معاهم نشوف باش كي نكبر ندير كيفهم ندير براش كيفهم الساعة كنت نوم لا غالب. وتبخرت الأحلام الوردية لمحمد وأصبحت لهجته كلهجة شاب بالغ، وأنت تحاوره تحس بوعيه لحجم المسؤولية. راني نسرح خضرة نسرح خضرة بقى نلعب بيني بوليطة الرجال هي خضرة نخرف طوماطيس خضرة كسمو هي أنا كي نكبر نش ندير هنعاون يكونوا خدموا كيما هكا يزرعوا الطوماطيس هكا هي نزرع معاهم لا غالب باتني ما عندهاش ظروف يجيبها لا غالب. محمد طفل من قرية الجوابرة بعين تيموشنت، أجبرته الظروف على ترك مقعده الدراسي في السنة الثانية ابتدائي لتتحول حياته إلى هذا الشكل. ففي هذا الشبه منزل ينهض محمد باكرا يتناول فطوره الصباحي الذي أعدته له جدته خبز وشاي قبل أن يتوجه إلى هنا. يا روح حبيبي الله يستركم روح اطلب ربي من ذاك وما تخدعش ولدي. لو كان عندي لوطو تديه وترده، لو كان ها هو احنا ناكلوا الكسره ولا تاي الصباح ندير لهم لا تاي وحشيه من يجوا لا تاي باش انا نشري البطاطا ب5000 باش انا الراجل عندي مريض وما يشوفش حتى بعينيه باش انا نشوف ما عنديش. طفل أضناه العمل الشاق رغم صغر سنه رعي الغنم فلاحة غبن وشقاء وفي ظروف مناخية جد باردة. وما عنديش حتى نحسن الشعر نخرف طوماطيس وكل نبغي نبيع ما يقولوا لي يعطوني 5000 ما نحسنش بيها خاطر نزيد عليها خاطر نحسن خاطر ما نحسنش هي وقعدت هكا. محمد عين لمن تبددت أحلامهم في التهميش الذي يطال المناطق النائية قد يقضي على ذلك بقرية الجوابرة بعين تيموشنت التي استبدل تلاميذها مقاعد الدراسة بأعمال شاقة يساعدون من خلالها أسرهم الفقيرة.